انا عايزاكم تنسوا اي وصفه جربتوها للفراخ المشويه وجربوا الطريقه دي فراخ مشويه على البوتاجاز من غير فرن، تقدروا تعملوها قطع صغيره او وراك كامله. انا بضمن لكم ان دي احلى تتبيله هتجربوها للفراخ المشويه في البيت. اول حاجه انا عندي بصلايه كده حجم متوسط، وطبعا الكميه بتختلف على حسب كميه الفراخ. ضفت كمان فلفل اخضر، 2 حبه طماطم، علبه زبادي كامله اللي هي 125 جرام. الزبادي بتطري الفراخ جدا وهي دي اللي بتديها الحروقه بتاعه الشوي. ضفت كمان معلقه صغيره من الثوم، وهضرب بقى كل ده في الخلاط كويس جدا، عايزاه ينعم على اخر خالص. هضيف بقى التوابل بتاعتي، دي بهارات فراخ وتقدروا تستخدموا مرقه باودر، وممكن تستخدموا كمان 7 بهارات. التوابل اللي بتحبوها ضيفوها في الخطوه دي. ضفت كمان ملح وفلفل، ونزود الملح شويه عشان الفراخ بتمتص ملح كتير. معلقه صغيره من المستردة بتديها طعم حلو قوي، وهقلبهم بقى كويس جدا مع بعض. هي سهله جدا، بس في الشوي بعد كده والنتيجه النهائيه بتكون خطيره. نفس التتبيله دي تقدروا تستخدموها لصدور الفراخ المشويه على الجريل. كده بقت جاهزه عندي. تقدروا طبعا تستخدموا كمان بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بس انا استكفيت بالبهارات اللي انا ضفتها. واحلى حاجه كمان ان انتوا تقدروا تزودوا عليها شطه، لما بتكون سبايسي بتبقى طعمها تحفه. هركنها بقى على جنب واحضر الفراخ بتاعتي. اساس الوصفه دي انكم تعملوها بقطع فراخ صغيره، تبقى زي قطع شيش كده، يعني الورك يتقسم على 2 والصدور تتقسم على 3، بس هنا الورك كان صغير فاستخدمته زي ما هو. ضفت بقى الخلطه كلها وهبدا ان انا ادخلها جوه الفراخ. انا كنت مشرحه الفراخ من جوه كده بسكينه عشان ادخل فيها التتبيله. هقلبهم بقى وادخل تحت الجلد وبين الفصوص، وادخلها بقى تتبل في التلاجة ليله كامله. عشان تاخدوا نتيجه ممتازه لازم تسيبوها ليله كامله. الطريقه دي حلوه جدا للناس اللي عندها شغل، بتتبلها وبتسيبها من بالليل في التلاجة، وتاني يوم بتسووها على البوتاجاز وبتكون جاهزه في ثواني. هنا بعد ما قعدت في التلاجة ليله كامله رصيتها في صينيه التسويه، سبتها بقى تغلي على البوتاجاز على نار عاليه الاول، وبعد كده اول ما تغلي هوطي النار واغطيها واسيبها بقى تستوي وتتشرب الميه بتاعتها. وهنا بعد الميه ما اتبخرت والفراخ بقت دايبه تماما، هنقلها بقى في صينيه وادخلها تحت الشوايه. شايفين الخلطه اللي فوق الفراخ دي؟ هي دي احلى من الفراخ نفسها. لما بتتحمر وبتلزق على الفص بتاع الفرخه بتنقل طعم الفراخ في حته تانية خالص. وده شكلها بعد ما اتحمرت تحت الشوايه. اختياري بس بتفرق قوي قوي في طعمها، هو ان انا بولع لها فحم وبحط عليها شويه من الزيت عشان تتدخن كده وتديها طعم الشوي بالظبط. ده شكلها بعد ما لمعتها بالفرشه بالدهون اللي نزلت منها. شايفين الخلطه لازقه فيها ازاي؟ جربوها هتعجبكم قوي.